تعليق محمد أبو تريكة في تقديم النادي الأهلي بلاغ ضد مصطفى يونس، حيث علق تريكة تصريح قوي، تصريح تاريخي، تصريح مهم جدا جدا يا أهلاوي يا عظيم. الأول اعمل اللايك، دعم تصريح أبو تريكة بلايك جميل، ونبدأ على طول. حيث قال تريكة: هو ده الصح، طلبت كتير بتحرك الأهلي قانونيا ضد مصطفى يونس، لأن اللي بيقوله وبيمارسه هو تشهير بالنادي الأهلي نفسه وتحريض ضد النادي، وكان هيفتح مجال لغيره، لأن ده مش وجهات نظر ولا رأي، دي اتهامات، وخصوصا أنه تحدى الأهلي أنه يقدم بلاغ ضده، فبالتالي شكرا للأهلي أنه حقق له حلمه ورغبته. وهقول لكم مفاجأة: في عام 2012 مصطفى يونس عمل نفس الكلام ده لما كان عنده برنامج هنا القاهرة على قناة مودرن، وجاب وكيل لاعبين بيتهم الأهلي ومسؤوليه باتهامات صعبة جدا، وتقدم في مصطفى يونس والبرنامج بلاغ من المهندس عادل القيعي. عارفين ايه اللي حصل؟ مصطفى يونس في النيابة قال انه مقدم البرنامج فقط وغير مسؤول عن السياسة التحريرية، وانه غير مسؤول عن كلام الضيوف، وخلع وقتها من القصة بالشياكة. فالكلام بتاع ودوني النيابة وانا عايز اروح النيابة علشان اقول كذا وكذا ده مجرد كلام مرسل، وانا بقول لك صدقني ما عندوش ورقة واحدة يقدمها في النيابة، بالعكس هيقول ما كنتش اقصد الاهلي ولا اشخاص فيه، وافتكروا كلامي.